اكتر حاجه بتضايقك؟ اكتر حاجه بتضايقني الكذب. سوزان، اكتر حاجه بتفرحك؟ اكتر حاجه بتفرحني كده الصدق والحب. بتخافي من ايه؟ بخاف من الغدر. ايه اللي بيستفزك؟ بيستفزني الغباء. لو حد كسر عليكي اشاره هتعملي ايه؟ ولا حاجه. اقول له اقول له ايه؟ اردح له. بسيبه وامشي، بس بيني وبين نفسي بردح له. لو حد خبط لك العربيه هتعملي ايه؟ لو خبط لي عربيتي هبتسم، وياما حصلت. في مره كان واحد معجب بيا، كنت سايقه العربيه بتاعتي ماشيه عادي، ففي واحد معجب بيا، ما اعرفش انه معجب يعني، بيسوق موتوسيكل، فبص لقى سوزان كده، قام فضل ماشي ماشي ماشي، قام طلع على عربيتي اللي فوق، لقيت وشه على الازاز على وشي. حاجه كانت مضحكه جدا وفظيعه، وعامل لي كده طول الوقت، بس الحمد لله انه ما اتاذاش. يعني حد خبط لك العربيه وبوظ لك ازاز العربيه وخضك الخضه دي وشايفاها حاجه لطيفه؟ امال بقى لو عكسك هيبقى رد فعلك ايه؟ لو حد عاكسني حسب نوع المعاكسه، وكانت حلوه ولطيفه ومش مؤذيه تمام، لو زادت عن حدها لا، هتصرف. ايوه، يعني هتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ ولا حاجه، بسيبه وبمشي، ولو ما سابنيش الشرطه في خدمه الشعب، وهي ما حصلت. اكتر اكله بتحبيها؟ اكتر اكله الكنافه. بصي بحب الحواوشي، الحمام المحشي يا خرابي، والمشوي يا لهوي بالي، والمحاشي، كل حاجه. بحب الاكل جدا، بس بحب اكل مع صحابي، لوحدي ما باكلش. طب واكتر اكله ما بتحبيهاش؟ اكتر اكله ما بحبهاش ولا حاجه، بحب كله. كنت شقيه في المدرسه؟ شقيه قوي. موقف ما تنسيهوش؟ كنت دايما في المدرسه عامل حركات وحاجات، صحابي يعني في التلاميذ يعني كلهم يضحكوا، وتبص المعلمه كده تقول ايه في ايه، وكلهم بيضحكوا الا انا عامله كده. لا بس كنت شاطره جدا. غشيتي في المدرسه؟ لا ما بحبش الغش. عندك سوبر باور؟ عندي الحاسه السادسه، عايزه العشره، استخدمها في الاصلاح وتجنب العقبات والاشرار. دايما اللي بحسه، حتى بقرا الاشخاص بشوف جواهم، ما بشوفش بره. وعندي الحاسه السادسه في حاجات كتيره جدا، ودايما بتصدق. المعلومات بتاعتي صادقه جدا، بتخوف، مرعبه، كلها رسائل. بما ان عندك الحاسه السادسه ومكشوف عنك الحجاب، لازم تقولي لنا اول كراش في حياتك كنت عارفه انه بيكراش عليكي ولا ما عرفتيش انه بيكراش عليكي؟ اول معجب في حياتي كنت، يا لهوي فكرتيني يا خراشي. ده انت فظيعه. اول معجب في حياتي كنت صف ابتدائي. طبعا كان في كتير، مش واحد منهم بيحب الاكل كتير، فكان يقول لي انا بحبك قد ما بحب الفروج المشوي، يعني من كتر ما بحب بطنه كان يحبني زي الفراخ. واحد تاني كان مره كنت واخده الجلاء ونازله من المدرسه، جري 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 ورمى في ايدي حاجه، فانا اول مره اتعرض لموقف زي ده، فقريت لقيت كلمه حبيبتي سوزان. انا لقيت حبيبتي سوزان، قعدت وقفت في ارضي كده وبص حواليا وعيط اعيط 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 اعيط، مش قادره لا ارجع المدرسه ولا اروح البيت. اعمل ايه؟ اتسمرت نص ساعه في مكان وانا بعيط، بس كانه حد كده دقني في الارض. بعدين اخدت قرار اني ارجع المدرسه. رجعت المدرسه وخشيت لمدير المدرسه وانا بعيط، وطبعا الرساله ممزقه كلها. فايه يا بنتي، في ايه يا حبيبتي؟ بعيط. اديته الرساله كده، قال لي في ايه مقطعه مفيش حاجه. بقول له، قلت له في حبيبتي سوزان. جات له الضحكه، بس على كتر ما انا متاثره هو عاقب الواد، عاقبه تاني يوم قدام كل الطلاب، مده برجله وفي ايديه، فبقت ايديه قد كده ورجليه قد كده. فانا طبعا ندمت اني عملت كده، وكل علقه جامده 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 قدام كل الطلاب وعلى الميكروفون. نده باسمه وقال له انت غلطت مع سوزان، والعقاب بتاعك كذا كذا وكذا وكذا. فخجلت قوي من نفسي بصراحه يوميها، بس مش بنسى الموقف. اول